السلام عليكم يا جماعه. حبيت اعمل فيديو سريع كده، اني كنت ماشي في الشارع عادي جدا وبسمع الموسيقى بتاعت اوبنهايمر، اللي هو التراك تحديدا بتاع كان يو هير ذا ميوزك. شدني في حاجه عظيمه جدا، وهو قد ايه الموسيقى، شخصيه الموسيقى متصله مع قصه الفيلم نفسه. يعني يا جماعه المزيكا بتبدا ازاي في التراك؟ المزيكا بتبدا تقريبا زي ما الفيلم بدا، بنغمه اللي هي نغمه طبيعيه جدا عاديه جدا، بل ان هي تكراريه. يعني مثلا الصوت بتاع اي نغمه او اي تون في جوه التيم، هو عمال يتكرر عمال يتكرر عمال يتكرر عمال يتكرر. ده شبه ايه؟ لو فاكرين كلنا في الفيلم ايه الحاجه اللي كان كل شويه كريستوفر نولان بيقطع عليها جوه دماغ اوبنهايمر؟ كانت شكل الارتكلز ازاي هو بيتخيل الارتكلز جوه دماغه، والارتكلز ازاي بتتحرك وازاي سلوكها موجود والامور دي كلها. البارتكلز على المستوى الذري وعلى مستوى النانو وعلى مستوى الكوانتم، سلوكها وحركتها ثابت ما بيتغيرش، هو بيتغير اكيد على حسب الحاله. يعني هي لو حاله الماده مثلا اتغيرت من حاله لحاله تانية، سلوكها بيتغير اوكي، بس جوه الحاله نفسه السلوك ثابت. لو الذره دي بتهتز مثلا بتردد معين او بشكل معين، هو هيفضل ثابت، هيفضل بيسلك نفس السلوك ده، مش هيتغير طالما الحاله ثابته. هو ده بالظبط اللي موجود في الموسيقى. الموسيقى عماله والصوت اصلا نفسه قريب من الصوت. يعني انت تحس ان لو حركه البارتكلز دي ليها صوت، هيكون هو الصوت ده. ودي ممكن تكون حاجه يعني ساعدنا فيها الفيجواليزيشن اللي نولان عمله في الفيلم شويه، بس انت تكاد تجزم بده. حتى الصوت الموسيقى نفسه، الصوت الاولاني اللي هو في بدايه التراك خالص، اللي هو ده الصوت ده، انا لو هشبهه بحاجه من الاصوات الطبيعيه، فهو بكل تاكيد صوت الميه او صوت حركه الميه مع بعضها جوه حاجه راكده مثلا او بركه او كده. وده تقريبا اول مشهد احنا شفناه في الفيلم. كنا بنشوف اوبنهايمر وهو بيبص في بركه ميه، وتقريبا كان المطر بينزل فيها او حاجه. فبالنسبه لي التراك خصوصا البارت الاولاني ده كله، هو بيعبر عن اوبنهايمر، بيعبر عن تفكير اوبنهايمر للبارتكلز، للفيزيكس، العالم جوه دماغ اوبنهايمر عامل ازاي. لحد ما بتيجي اهم حته تقريبا في التيم كله، وهي اكتر حته ممتعه سمعيا، يعني اللي بيحصل فيها ان الصوت ده بيدخل مره واحده. اوكي، الصوت ده انا مش محتاج اقول ان كل شيء كان ماشي جميل، كل شيء ان اوبنهايمر عباره عن شخص بيحب الفيزيكس، شخص بيحب الكوانتم، بيحاول ان هو يدخل العلم ده جوه امريكا. الحاجه اللي بتعبر عنها الموسيقى في البدايه، لحد ما بتيجي الحرب، ولحد ما بيجي التدخل العسكري بقى، المشاكل، القنابل، الامور دي كلها بيطغى على كل ده، بيطغى على اوبنهايمر بتفكيره السلمي العادي. لا، اعمل لنا قنبله حتى لو انت مضطر. انا مش ببرر هنا بقى الاوبنهايمر، ومش بتكلم في الدوافع والامور دي كلها، دي نقطه تانية خالص، بس انا بتكلم هنا من الجانب ده فقط، اللي هو القصه مشيت ازاي. ان تعالى اعمل لنا قنبله، او انت لازم تعمل لنا قنبله عشان الالمان هيجي. فاحنا دلوقتي بقينا بنتكلم بوليتكس، وبقينا بنتكلم على مستوى حرب، احنا مش بنتكلم خلاص مستوى بقى فيزيكس والشخص الجميل المسالم اللي بيحب الفيزياء والامور دي كلها وبيعلم التلاميذ والامور دي. ده اللي عمل الصوت في التراك، والصوت فضل طاغي على اي حاجه تانية. صوت البارتكلز لسه موجود وبيتكرر، بس الصوت ده جه طغى على كل حاجه تانية لحد ما خلصنا التراك تقريبا. مش بس كده، حاجه كمان يعني برضو انا فكرت فيها كده، مش عارف كل الناس فكرت فيها كده ولا لا. الصوت اللي دخل مره واحده ده نفسه شبه انه صوت، لان الصوت ده بالنسبه لي هو عباره عن لما تبقى انت راكب عربيه وماشي على الطريق، وفي عربيه تانية جايه من وراك وضربه كلاكس، الصوت بيبقى عامل ازاي؟ نفس الصوت تقريبا اللي موجود في قلب التراك. ده هو التوصيف الامثل بالنسبه لي، هو ده اللي حصل في الفيلم. ان الموضوع جه مره واحده، وجه اللي هو ماشي كانه زي عربيه انت مش هتعرف توقفها، هو الموضوع مكمل وانت لازم تكمل معاه، يا اما ما تدخلوش من البدايه. انا قريت المزيكا دي كده وانا بسمعها دلوقتي،
بسمعها بقالي فتره اكيد، بس يعني القراءه دي كلها جت في دماغي حالا. وانا من زمان كان نفسي اي فكره تيجي في دماغي او ربط اربطه بفيلم بمشهد بحاجه اسجله في ساعتها. بصراحه انا كان نفسي اعمل ده من زمان، فدي فرصه كويسه. حاجه كمان الصوت بتاع البارتيكلز وهي عماله تتكرر في الاول اكتر حاجه برضو بيفكرني بيها، بما اني شبهت الاولاني بالميه، التاني ده انا حاسس ان انا بخيط قماش وباخد غرز بسرعه قوي، اللي هو ودي برضو حاجه اشبه لحركه البارتيكلز شويه اللي كانت مصورها نولان جوه الفيلم، اللاينز اللي عماله تويف دي بتردد معين. بس ده كان كل اللي عندي للنقطه دي. انا كنت عملت فيديو زي ده بالظبط كده بعد ما كنت شفت اوبنهايمر على طول، لان انا حاليا مش عارف اصور، لان انا يعني مش في مصر، وحاولت ان انا صورت بالفعل فيديو زي ده بالظبط رياكشن دايركت بعد الفيلم على طول، بس بصراحه ما نزلتوش، لان انا كان كل يوم ليا بعد ما صورت الفيديو ده كان بيبقى عندي وجهه نظر مختلفه عن الفيلم كل يوم تقريبا. وكل لما كنت بقرا حاجه عن الفيلم او راي حد او ما الى ذلك كنت فعلا لا الكلام ده صح، لا انا كنت غلطان في دي. فحسيت ان انا لازم اشوف الفيلم تاني وتالت قبل ما انزل فيديو او اي حاجه بتتكلم عنه، عشان كان هيبقى فيديو سطحي جدا وفيديو بدون تعمق، مع اني كنت صورته فما نزلتوش عشان كده. يعني ما اعرفش بصراحه هل انا ممكن انزل حاجه تانية الفتره الجايه لا، بس اللي متاكد منه ان اي حاجه هتيجي في دماغي بشكل سريع زي دي انا غالبا هعمل لها فيديو، خصوصا انه هيبقى كده عشوائي جدا وبدون اي مونتاج وبدون اي حاجه وانزله على طول. مش عارف انهي اقول ايه بصراحه، بس كان معاكم حسين اشرف، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.